السلام عليكم، يا رب جميعا تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. فيديو النهاردة حقيقي من أجمل وأحلى الوصفات اللي ممكن تجربوها، وصفتين: وصفة البطاطس الجرتيه، ووصفة هي وصفة أصلها فرنساوي، ووصفة الفراخ المشوية على الطريقة التركية. لو جربتوها بجد مش هتبطلوا تعملوها. أنا تقريبا بعملها بشكل أسبوعي. وصفة الفراخ المشوية على الطريقة التركية عملت لكم تتبيلة فيها حقيقي روعة. أول حاجة نتكلم عنها النهاردة الفراخ. طبعا حجم الفراخ دي بتعتمد على عدد الأسرة، يعني بس قدامها تشوية حاولي يكون الحجم بتاعها متوسط، يعني ولا كبير ولا صغير، يعني من ما بين 2 كيلو إلا ربع لغاية 2 كيلو. أما بالنسبة للتتبيلة بسيطة جدا جدا وبجد روعة، عبارة عن حبتين من البصل متوسطين أو حباية واحدة كبيرة، عليها 5 فصوص من التوم، عليهم الفلفل اللي انتوا شفتوه ده فلفل الهالبينو الأحمر، أنا كنت محتفظة بيه في الفريزر عشان كده تحسوه مشبر شوية. غسلته وبعد كده قطعته، بعد كده نزلت بيه في الكبة، عليهم نص كوباية ربع كوباية من الزيت، عفوا الزيت النباتي، عليهم علبة زبادي صغيرة جدا. تمام. ده على حسب وزن فرخة من 1.5 كيلو ل2 كيلو إلا ربع أو 2 كيلو، يعني تكفي معاكي الأوزان دي. بتقطعي الفراخ أو الفرخة الواحدة على 5 قطع. بتقطعيها على 5 قطع، تكون متقطعة غير يعني مدية تشريحات كده في الفراخ. أما بالنسبة للتوابل، رشة بابريكا، رشة كمون، رشة كزبرة، زي معلقة صغيرة من كل حاجة، ومعلقة كبيرة من الملح. زي ما انتوا شايفين كده. طيب انا هبتدي دلوقتي في التتبيله. انا مش بحط التتبيله كلها، بحط 3/4، هحط الفراخ فيها، والرابع انا بسيبه في الكبه بحتفظ بيه. وهقول لكم بعد شويه انا احتفظت بيه ليه. التتبيله دي احسن حاجه ليها بتقعد 4 ساعات. بتقعد يعني زي ساعتين 4 ساعات، بس هي كل ما بتقعد كل ما بتكون احسن. اقل حاجة ليها ساعتين، ما تكونش اقل من كده. طبعا غير ان انا كنت في الاول غسلاها في خليط البراين، وهكتب لكم خليط البراين ده بيشيل اي ريحة مش مستحبة خالص من الفراخ، بتخليها بجد ريحتها حلوة جدا. اما بالنسبة دلوقتي انا بجهز لصينية البطاطس. بجد البطاطس دي روعة روعة فوق ما تتخيلوا. حبتين من البطاطس قطعتها جوانح زي ما انتوا شفتوا، وبعد حبتين من البصل قطعتها جوانح، وبعد كده هقطع البطاطس شرايح رفيعة زي ما انتوا شايفينها، مش رفيعة قوي شيبس يعني، لا رفيعة يعني بالسكينة كده بس مش بالمكنة، بايديكي كده، وتحطي عليها رشة ملح ورشة فلفل اسود وهتسيبيها. في الوok بقى هتبتدي تحطي معلقتين من السمنة، تكون كده معلقتين متوسطيهم يعني كبار شوية. زبدة الفلاحي ممكن تتعمل بالزيت، بس هي طعمها بالسمنة بيكون أحلى والتست بتاعها بيكون أعلى. ننزل بالبصل اللي قطعناه شرايح أو جوانح زي ما انتم شايفين كده. اول ما البصل يبتدي ان هو يدبل شويه، هبتدي انزل ب3 معالق دقيق، قاعده ثابته. كل كوبايه دقيق عليها كل معلقه دقيق عليها كوبايه لبن، كل معلقه دقيق عليها كوبايه لبن. ده بالنسبه للبشاميل الكريمي. خلاص، هنا احنا حطينا 3 معالق دقيق، هنحط عليهم 3 كوبايات من اللبن. اول ما تحطي اللبن وتبتدي تقلبي هتحسي ان الخليط كريمي جدا وحلو قوي قوي. دي حاجة من عندي، رشة كده من مرقة الخضار أو مرقة الدجاج حسب ما تحبي، أو ممكن ما تحطيش خالص. ظبطي الملح، بس راعي إن الملح انتي حاطة ملح في البطاطس. تبتدي تقلبي المكونات دي كلها مع بعض، وبعد كده هتلاقي الخليط ابتدى يبقى كريمي معاكي. دي حتة كده من عندي. رشة من البابريكا، معلش عفوا عشان أنا عندي برد. هبتدي بقى، شايفين حجم الصينية دي بتبان كبيرة في الكاميرا، بس هي فعلا صغيرة جدا. آه، صينية البطاطس دي بتكفي من 3 ل5 أفراد. حلوة جدا، جربوها بجد كريمي وطعمها تحفة. ممكن تعملوها من غير فراخ أو حاجة، سهلة جدا جدا، مفيهاش أي تفاصيل غير كده.
طبقة بشاميل اللي هو عليه البصل مع طبقة من البطاطس، طبقة بشاميل تاني مع طبقة بطاطس لغاية ما نكفي الكمية كلها أو نخلص الكمية اللي معانا كلها، وبعد كده يكون الفرن بتاعنا ساخن مسبقا. بعد كده هنبتدي ننزل بيه، طبعا بنغطيها بورقة فويل وبعد كده بننزل بيها في الفرن. مش بتاخد حاجة لأن احنا طبعا مقطعين البطاطس رفيع جدا. بتقفلي عليها كويس أوي بالفويل، طبقة أو اتنين، يعني ممكن تحطي طبقتين. صينية كبيرة شوية بقى نبتدي نحط الصينيتين في وقت واحد، يعني الوصفتين دولت من أسهل الوصفات اللي ممكن تجربوها بجد. آه، في الفترة اللي احنا فيها دي يعني سهلة، وغير ان هي فعلا حقيقي ريحتها بتقلب البيت وجميلة جدا، يعني قادرة ريحتها تجيبك من على بعد أمطار. التتبيلة دي على قد ما هي بسيطة على قد ما هي جميلة جدا، لا فيها بقى كاتشب ولا مايونيز ولا أي حاجة. بسيطة جدا. الأتراك يا جماعة لما بيجوا يعملوا حاجة مش بيبالغوا قوي في التوابل، بس بيعرفوا يحطوا التوابل الصح، يعني بنسب مظبوطة بتقدر تخلي الحاجة طعمها حلو جدا. فاهميني؟ بس وتبتدي بقى تقفلي عليها كويس جدا. مراحل تسوية صينية الفراخ مختلفة شوية، يعني احنا حاطين دلوقتي البطاطس هتاخد بالظبط نص ساعة خلاص وهتكون مستوية معاكي جدا. اما الفراخ هتطلعيها بعد 40 دقيقة، وبعد كده تشيلي الفويل من عليها وتقلبيها على الوش التاني. بعد ما بتقلبيها بتحطي الفويل عليها تاني لمدة 20 دقيقة، وبعد كده يعني هتكملي عليها الساعة، وبعد الساعة هتشيلي الفويل، ولو فيها مية هتصفيه المية لان هي فعلا كده هتكون استوت تماما. بس دي صينية البطاطس بعد نص ساعة كانت مستوية تماما، بس انا عايزة اديلها وش. شايفين شكلها عامل ازاي؟ مش قادرة اقول لكم طعمها بجد روعة روعة، يعني تقدري تعمليها اصلا وجبة منفصلة من غير فراخ ولا لحمة ولا اي حاجة ولا اي حاجة جنبها، يعني وصفة جميلة جدا تقدري تعملي جنبها شوية رز او مكرونة. كفيلة جدا ان هي تكون وصفة دسمة ووصفة حلوة للشتاء. ده بعد ما اديت لها الوش شايفين شكلها عامل ازاي. بعد كده الفراخ اديت لها طبعا بعد ساعة بالظبط اديت لها وش، وطلعت زي ما انتم شايفينها كده شاربة التتبيلة كويس جدا جدا. متحمرة حلو قوي من فوق، ما تفرقهاش خالص عن الفراخ الشوية، بالإضافة إن هي شاربة التتبيلة حلو جدا جدا. زي ما قلت لكم أنا هكتب لكم خليط البراين ده. هتعملوه الفراخ مقرمشة من بره وطرية جدا من جوه، محتفظة بلونها الأبيض بتاع الفراخ، اللون الجميل. بجد وصفة تحفة، الاتنين مع بعض تركيبة حلوة جدا جدا. جربوها وقولوا لي رأيكم فيها. وبكده نكون خلصنا الوصفتين بتوع النهاردة. أتمنى تجربوها، من أكتر الوصفات المقربة ليا. جربوها وقولوا لي رأيكم ايه، واستمتعوا بطعمها وانتوا بتتفرجوا بقى على كأس العالم مع عيلتكم أو مع أصحابكم. سهلة وبسيطة، يعني لو بنوتة لسه مبتدئة في المطبخ هتعملها، لو أصحاب مع بعض ومغتربين هينفذوها باحترافية. بالهنا والشفا مقدما للي هيجربها. لو عجبكم الفيديو بقى دوسوا لايك، لو مش مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه علشان يوصل ليكم كل جديد. اشوفكم على خير في وصفات احلى واحلى في مطبخ منى كيتشن. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.